أنت صلة القرابة بعائلة آل الصدر، عائلة السيد مقتدى الصدر، السيد محمد صادق الصدر. أسرة واحدة. كيف؟ احكي لي يعني صلة القرابة. آل ياسين والصدر أسرة واحدة. أسرة واحدة. أسرة واحدة. طيب. لشدة تكرر الزواجات من أجيال إلى اليوم، بحيث يصعب الآن وضع الحد الفاصل بين الأسرتين. فالشهيد الأول السيد محمد باقر الصدر ابن عمة والدي ووالدتي. زين. والشهيد الثاني السيد محمد الصدر أبو السيد مقتدى ابن عمتي، أنا أمه عمتي أخت والدي، وعشت معه في بيت واحد. نعم. وكنا نلعب معه. في الكاظمية؟ لا في النجف. في النجف. في النجف. كان جدي لأبي وهو جده لأمه نفسه. المرجع الأعلى للشيعة في زمانه الإمام الشيخ محمد رضا آل ياسين، الذي انتهت إليه رئاسة المرجعية وثنيت له الوسادة. نعم. بعد السيد أبي الحسن الأصفهاني، ورجع إليه الإمامية في كل مكان في النجف، إلى أن توفي في عام 51، فجئنا إلى الكاظمية سنة 52. فأسرة واحدة ونشأة واحدة. لكنك رغم ذاك لم ترثي السيد محمد صادق الصدر بقصيدة. رثيته بقصائد كثيرة. رثيت بقصائد كثيرة حتى يكون الموضوع يعني الأمر واضح أمام الناس. قالوا أنه يعني السيد أغفل هذه القصة، وأنت الآن تؤكدها يعني. أبدا. أنا أهديته ديواني الأول نبضات قلب سنة 66 للسيد محمد صادق الصدر. للاثنين. الاثنين. فأجابني الشهيد الأول برسالة بخطه. نشرتها، هي منشورة بخطه. طيب. يشكر ويثمن ويبارك ويعجب. وأما السيد أبو مصطفى السيد محمد صادق الصدر فأجابني برسالة باذخة العاطفة والمحبة وقصيدة. رد عليك بقصيدة؟ لا، ما بها رد. وأنا لم أرسل قصيدة. أنا أهديته الديوان. فرد على هذا الديوان إكراما للإهداء بقصيدة معجبة مثمنة. نشرها السيد مقتدى في الديوان الذي طبعه لأبيه، موجودة الآن، وهي تشير إلى أنها لفلان. جميل. نعم. وعلى الظرف اللي بعث به القصيدة والرسالة 3 أبيات بديعة. هو ظرف وصلني منه فيه فيه القصيدة والرسالة. تسعفك الذاكرة الآن؟ أرجي وصولا. من يقول ذلك؟ قال السيد محمد صادق الصدر أبو مصطفى إلك. رضوان الله عليه. على الظرف. نعم. اللي وصل. نعم. أرجي وصولا نحو ألطاف شاعر عظيم العلا والمجد من آل ياسين، سمي الحسين السبط من آل أحمد، ونجل سمي المجتبى سبط ياسيني. مو أبويا اسمه محمد حسن، أنا واضح. محمد حسين. واضح. وبالدعوات الزاهرات أزفها مجللة ذخرا بطه وياسيني. يا سلام. فكانت القوافي كلها ياسين، لكن كل واحدة تشير إلى معنى غير المعنى الآخر. لا، بيني وبينه ما هو أكثر من القرابة. صداقة يعني صداقة متينة وعلاقة. أنا نشرت صور من طفولتنا، نتشمس على السطح ونلعب جوه. يا سلام. نعم. جميل. نعم.